اهلا يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شيماء. لو لسه اول مره بتشوفوني انزلوا اعملوا اشتراك، العلامه الحمراء اللي جنب الاسم، وفعلوا الجرس على علامه الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو بينزل في القناه. واوعوا تنسوا تعملوا لايك للفيديو. بالله عليكم وانتوا داخلين كده شفتوا الفيديو قدامكم افتحوا بس واعملوا لايك وامشوا. مش طالبه منكم اي حاجه، مش لازم تشوفوا الفيديو، مش لازم تكملوه، بس اللايك والله العظيم لا هتدفعي عليه فلوس ولا حتى هيجيلك برد ولا هيحصلك اي حاجه من زر اللايك كده وانتي طالعه. وبالمره ممكن تقولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، يعني صلوا على النبي في التعليقات او في الكومنتات ايا يكن. بصوا بقى، انا شاريه بقى شويه مشتريات بقالي فتره كلهم في الاكياس. كنا بنجمع بقى شويه حاجات كده الفيديوهات في اكياس، فيديو عفوي جدا، مش لسه هنجيب علبه ونحط الحاجات، لا عشان تعرفوا بقى حاجه حاجه. اول حاجه هنبدا بيها وهي بصوا اللي يجي قدامنا هنمسكه الحاجات دي بقى. اول كيس جبت ايه؟ ده الكريم اللي هو بتاع نتائج الطبيعه، طبعا عارفينه، زي اللي هو اللي بالكولاجين لفرد الشعر، اللي هو بيستخدم كده كدهان للشعر. الكيس ب10 جنيه. طبعا بديل الكولاجين ده او بديل بروتين حاجه كده اللي بالكولاجين ب15 جنيه، ده ب10 جنيه. للشعر الجاف والهايش، مكتوب عليه الماسك المرمم بزيت اللوز الحلو، وحجمه 35 جرام وب10 جنيه بس. موجود في محلات كتير، لو لقيتوه هاتوه. انا جربت اللي بالكولاجين وعجبني فده برضو جبته. لان من فوائد اللوز الحلو طبعا انتوا عارفين ان هو بيساعد على ترطيب ولمعان الشعر، فهنجربه مش هنخسر حاجه. 10 جنيه. بعد كده جبت المناديل بتاعه البيبي دي، استخدمها بقى، هتستخدميها ازاله الميك اب مش هتقولك لا. نستخدمها بقى في المناطق الحساسه برضو تمام، بنستخدمها للبيبي عادي وما فيهاش كحول ولا بارابين تمام. وحجمها وفيها 24 وايبس وب10 جنيه بس. بنستخدمها كمان في منطقه الاندر ارم، نغير بيها مزيل العرق وكده او الديودرنت بتاعنا، وبرده مش هتقول لنا. بس كده خلصنا اول كيس. ندخل بقى على تاني كيس. تاني كيس بقى فيه ايه؟ اول حاجه نسيت اقول لكم اشربوا حاجه، هاتوا بقى حاجه تشربوها لو انتوا بتتفرجوا على الفيديو ده. انا كده كده شاربه اصلا عصير قصب وانا جايه من بره فعلى الاخر، بس جنبي ازازه ميه، دايما خلوا جنبكم ازازه ميه. شوفوا كيوت وحلوه ازاي. بصوا بقى تاني كيس هتكلم بقى فيه اهم، دول بقى اللي هو بديل الكولاجين. ده سعره 15 جنيه بس، طبعا كان في عرض عليه، كان الاتنين ب15، الاتنين مع بعض ب15. برضو حجمه 35 جرام، بديل البروتين، بيفرد الشعر. يعني الكريم ده اصلا بتجيبه 15 جنيه، بيخلي الشعر بجد حلو وتحسيه ان هو مفرود، لحل جميع مشاكل الشعر من اول استخدام. بصوا هو انتوا هتحسوا معاه بنعومه وان شعرك حلو بجد، وواحده واحده كده يعني هيبقى سايب، بس هو بيتحط كدهان او ليف ان للشعر وبنسيبه عليه وبس كده. اهو كان عرض، كانوا الاتنين ب15 بدل الواحد ب15 تمام. وايبس تاني بس دي واحنا خارجين بقى معنا اطفال، طبعا عندي طفل عنده 6 سنين، والاطفال ايديهم بقى بتروح وتيجي هنا وهنا، بياكل حاجه بره مش عارف ايه، تطلعي المناديل وهوب تمسحي له على طول. مناديل اسمها روزانا او روزنا، هو مكتوبه كده بس هي اسمها ويت وايبس ب5 جنيه بس، وفيها 15 منديل، فحلوه قوي. يعني ممكن تجيبي لك 2 أو 3 وتخليهم معاكي على حسب عدد الاولاد. ممكن تحطيها لابنك مثلا في الشنطه بتاعته. بصوا هي معانا شغاله في اي مكان. بعد كده جبت دي برضو ب10 جنيه، اللي هي بتاعه الاسنان دي كده، اللي هو بيبقى خيط اسنان من هنا وهنا زي السلكات اللي هي بتاعه الاسنان، حلوه قوي. مش عارفه، انا مش عارفه عددهم كام، بس هي حلوه ب10 جنيه وبلاستيك كده، حلوه قوي بجد. محتاجين الحاجات دي يا بنات. طبعا بعد كده فرشه اسنان، وفرشه الاسنان دي انا ما فتحتهاش خالص، هي
الورقه بتاعتها كده. ثواني جماعه، انا بجد مش عارفه افتحها. بصوا، هي زي دي فرشه اسنان، وفيها المكان اللي هو بتاع الغسيل اللسان، وفيها زي حاجه سيليكون واسمها فريش دكتور. بس انا مش عارفه بتتفتح ازاي بجد. بصوا هي بتتفتح من هنا ومن هنا، بس في النص كده واقفه. ممكن نجيب سكينه او حاجه ونبقى نفتحها. ودي كان سعرها 25 جنيه بالعبوه اللي محطوطه فيها دي. ممكن تحطيها في العبوه بتاعتها دي بعد ما تغسلي اسنانك بيها وتنشفيها، تقومي حطاها تاني في العبوه بتاعتها وتعلقيها كده على اي حاجه او تسيبيها عادي. بعد كده القمر اللي انا بحبه قوي 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 قوي، ده هوريكم الاول الصوره. العود الملكي اللي هو مزيل العرق، بيقلل نمو الشعر، وكمان بيفتح الاندر ارم وبيحميكي من رائحة العرق. مش مضاد للتعرق بس ريحته حلوه، وبينفع كمان تستخدميه مخمرية على اماكن النبض. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، كريمي، ريحته رهيبة رهيبة بجد. تحسي ان انت بتعرقي ريحة حلوة. حطي عند الاندر ارم، حطي بقى على المناطق اللي هي هنا دي، عند الأوردة، الشرايين، الحاجات دي اللي هي أماكن النبض، ورا الودان، الأماكن اللي زي دي، المكان دي ما بين مثلا منطقة الثدي أو الصدر. هتلاقي نفسك ريحتك كده مشعة، هتلاقي انت نفسك هتبقي طالع منك ريحة جميلة، ريحة قمر راحة وريحة قمر كده، زي ما مريم سائل بتقول حبيبة قلبي. ده سعره 25 جنيه. هو كنت جايباه قبل كده ب20 جنيه، ب15، بعدين ب20، بعدين ب25. بس حلو قوي، بيقعد وقت طويل. تمام، خلصنا تاني كيس. نيجي بقى اللي بعد كده، تالت كيس. مش عارفه الاسيتون ده انا بحبه، مهما رحت وجيت بجيب الاسيتون ده برضو ب5 جنيه، ب6 جنيه. اخر مره كنت جايباه تقريبا ب7 جنيه. اسمه فيرا. قلتلكوا كان في نوع اسمه فينا، وده اسمه فيرا اهو، موجود في الصيدليات، في المحلات. بصوا على قطنه كده وتمسحي المانيكير، مفيش، بيطلع على طول. جبت توك للشعر. بصوا التوكه دي حلوه قوي، فيها هنا وش ساتين، فيها وش قطن. بصوا صغنونه وكيوت ازاي. دي ب7.5، ب7 جنيه ونص. ودي بقى ستان خالص. توك الستان دي حبيبه قلبنا، عايزينها ها، عشان شعرنا ما يتقطعش ويتبهدل في التوكه العاديه. ودي سعرها 15 جنيه، بس ناعمه قوي وحلوه، حلوه قوي. انا اصلا بقالي فتره بدور على توك ساتين وما كنتش بلاقيها حلوه زي كده. اخر حاجه جبت التوك دي، كانت كلها مع بعضها يعني، بس دي بتطلع يعني شعرك لو بينزل بتحسيه ملفوف على التوكه، بس هي بتأدي الغرض في حاجات كتير. ممكن نعمل بقى تسريحه، شويه حاجات كده شويه حاجات كده، ولو عندك اطفال بنات او كده تقدري تستغنيه. بعد كده ده اللي هو الحبل ده، اللي هو بيبقى الشفاف، اللي هو بتاع البراه. لو عندك براه الحبل بتاعها مش موجود، لو عندك بادي. انا بستخدمهم في الباديهات اللي عندي باديهين كده، كانت الحبال اللي فيهم برضو اللي هي زي البلاستيك كده او الشفافه، فبحطها فيها. ده كان سعره 10 جنيه، وكنت جايبه بقى اللي كنت جايباه ب15 جنيه، بجد كان اتقل بكتير، بس ده شفاف اكتر من التاني. شايفين؟ ده اللي هو الخفيف قوي، التاني اللي هو تحسيه كده مدي اللون ابيض كده شويه. واخر حاجه الدبابيس اللي انا بحبها الحلوه قوي دي، الدبابيس دي بتاعت اجدادنا يعني، حلو. الكيس اللي بعد كده فاضل لنا حاجات بسيطه قوي ونخلص. طبعا دي علبه مناديل واخدينها هديه، مالناش دعوه بيها يعني فوق الفلوس. ده بقى قرنفل، بجيبه من عند العطار، حلو قوي، اللي هو المسمار، بستخدمه بقى للشعر مع شويه اعشاب كده، برشه على شعري. بحطه في الشامبو، بيساعد ان الشعر يطول ويبقى حلو يعني، حلو، بس مكتروش منه عشان بينشف الشعر. بنستخدمه طبعا في قلم الاسنان، ربنا يعافينا يا رب. بعد كده جبت الصابونه دي. انا بحب الصابونه دي لما بيكون عندي حبوب. شوفوا دي حبايه الزعل، ما تزعلوش، ما يجيلكوش حبايه الزعل. وطبعا بيبقى الزعل بقى بيجيب لنا هالات سودا، وبيجيب لنا حبايه زي دي، حبايه الزعل الرخمه قوي، بس هي اتقشرت.
الصابونه دي انا بحبها قوي، صابونه نابلسي شاهين اللي هي كانت ب5 جنيه دي. دلوقتي جايباها بكام؟ ب7 جنيه. السعر على الباكج بتاعها 7 جنيه بس. ليه الصابونه الخضراء دي ينفع نستخدمها لشعرنا لجسمنا لبشرتنا. انا بستخدمها لوشي عشان الحبوب، وبستخدمها لايديا برضو اغسل بيها ايديا عشان ايديا ما تجفش، وبعد كده بنرطب ايدينا وبنتكل على الله. بعد كده بقى ده من الصيدليه برضو، يعني في حاجات كتير معانا من الصيدليه بس في حاجات كتير مش من الصيدليه. اللي هو الجليسوليد، وجليسوليد يا جماعه او جلايسوليد تبعنا مش مقاطعه، ومكتوب عليه صنع في مصر، ولا عليه شركة يونيليفر ولا الحاجات اللي مش تبعنا دي خالص عشان تبقوا عارفين. وكمان عندي التطبيق بتاع قضيتي حطيته عليه، يعني حطيت الكود بتاعه عليه وتأكدت ان هو مش مقاطعة. بصوا هو قوامه حلو زي الجلوسوليد الاحمر بس ده اخف شوية، تمام. بس انا بقى استخدمته كلوشن للجسم. بس بقى خلطت معاه ايه، حطيت عليه كام عصرة ليمون، حطيت عليه منتج مش تبعنا مقاطعة كده، يعني كان لوشن عندي اللي هو بتاع فازلين، وحطيت عليه كمان زيت البيبي جونسون او جونسون بيبي برضو مش تبعنا. خلطتهم كده مع بعض عشان اخفف القوام بتاعه فيبقى لوشن خفيف وبتمتص في البشرة بسرعة جدا وما يكونش تقيل على الجسم. وده كان سعره 35 جنيه. انا بقول لكم الحاجة بالاسعار. بعد كده بقى نخش بقى على حاجات ايه، لا في حاجه قبل الكريمات الصيدليه. الكريم القمر ده من لونا اللي هو بالكولاجين وفيتامين اي، ده كنت جايباه ب23 جنيه وحجمه 50 جرام، بس قوامه خفيف بس بيرطب البشره حلوه قوي. هو ينفع للجسم طبعا مش هيكفينا، يعني حبه صغيره، بس في منه الاحجام الكبيره شفته في فتح الله بس مش فاكره كان عامل كام. فانا بدهن منه ايديا بس، يعني برطب بايديا، وممكن كمان نستخدمه لترطيب الايدين والرجلين، حلوه قوي مش هيقول لنا لا. بس ما تحطيهوش على بشرتك، يفضل ان انت تستخدمي كريمات طبيه. نيجي بقى للكريمات الطبيه بتاعتنا. هنعمل ايه؟ اول حاجه الكريم ده اسمه ريتشي بانسينول، وده كريم لترطيب البشره غني بفيتامين سي حلوه قوي، حجمه 50 جرام وسعره 30 جنيه من الصيدليه، وفيه كولاجين فيتامين سي بانسينول وديكسا بانسينول، وفيه عرقسوس، وفيه مش عارفه ايه كده، وزبده كاكاو وزنك اوكسايد وروزبيري وعسل والاستين، حاجات جميله قوي بجد. الكريم ده سمعت دكتوره بتتكلم عنه فورا رحت جبته. بس اول حاجه جربت العبوه الصغيره اللي سعرها 18 جنيه وكان حجمه 20 جرام، وبعد كده جبت العلبه الكبيره وطبعا لسه ما فتحتهاش ولا استخدمتها، بس طبعا هو اكبر وبيقعد معانا وقت حلو. استخدمه لترطيب البشره. اهم حاجه لما تيجي تستخدمي المرطب لبشرتك خلي بشرتك على قد ما تقدري انها تكون منديه شويه عشان المرطب يمتص يدخل في طبقات الجلد. واهم حاجه لما نحط الكريم المرطب لازم بشرتنا تكون منديه عشان الترطيب يدخل في طبقات الجلد ويرطب البشره كويس جدا. فاعملوا الخطوه دي سواء بترطبوا جسمكم سواء بترطبوا بشرتكم سواء بترطبوا ايديكم في اي مكان. وكمان جبت الكريم ده اللي هو البنسينول عشان بشرتي جه عليها وقت وحسيت ان هي جفت قوي، حسيت ان كأن في قشور او في حاجه غلط كده في بشرتي في المناطق دي، فقلت انا لازم اجيب البنسينول اللي هو المرطب اللي طبعا كلنا عارفينه بيتحط بقى للشعر للبشره المناطق الحساسه لاي حاجه. هو طبعا يعني تحسوا ان هو بيعرق البشره. بقالي فتره كبيره فضلت ماشيه عليه فتره طويله وبعد كده بطلت واستخدمت حاجات تانية من البنسينول، وهو الحجم الوسط ده حجمه 20 ملي وسعره 18 جنيه، موجود في الصيدليه. لو انتي بنت مراهقه تقدري تستخدميه هيرطب بشرتك حلوه قوي، خصوصا الناس اللي بشرتهم جافه. لكن انا بشرتي مختلطه مايله للدهنيه، واوقات كتير اي حاجه بحطها على بشرتي مش مناسبه بحس ان بشرتي بتعرق كده، مش ببقى حابه الاحساس. بس لما بحس ان هي جافه بالذات في الفتره اللي كنت بستخدم فيها الاكني فري او الاكراتين والحاجات دي، المنتجات اللي هي مشتقات فيتامين اي او التريتينوين،
فبيرطب البشرة حلوة قوي لان هما بيكففوا البشرة شويتين. المنتج اللي معايا بعد كده اللي هو الاكراتين. الاكراتين ده اللي هو نص، كان بقالي فترة بدور على الاكراتين وما كانش موجود خالص. كنت طبعا استخدمت الكريم بتاع الاكني فري، فهو حلو قوي، بيضيق المسام، بيزيل التجاعيد، بيشد البشرة، بيضيع الحبوب واثار الحبوب. استخدموه مرتين او 3 مرات في الاسبوع، ما تكتروش عن كده. لازم اهم حاجة نعرف ان نعرف هما بيستخدموه ازاي، لان دي مشتقات فيتامين اي التريتينوين، فلازم طبعا نفهم احنا بنستخدمه من ازاي عشان ما نحرقش بشرتنا. وكنت عملت فيديو عن الاكني فري هسيبه لكم في صندوق الوصف، وطبعا تقدروا تشوفوا فيديوهات كتير لدكاتره والناس كتير عن الاكراتين النص، وده سعره 25 جنيه. واخر منتج معايا وهو الزنك اوليف. البنات كتير بتتكلم عنه واستخدمته، بنستخدمه للمناطق الحساسة. انا متابعة مريم صقر جدا، هي وجهات كيشو من اليوتيوبر اللي انا بحبهم قوي. الزنك اوليف ده غني طبعا باكسيد الزنك، في زيت زيتون، زيت خروع، يوتيوبر كتير بيستخدموه ويتكلموا عنه. سعره 49 جنيه، موجود في كل الصيدليات. قوامه تقيل كده، بصوا حتى تحسوا ان هو كأنه متجمد، بس حلو، وبتحطوه على المناطق الحساسة، بيتفرد كده وبتشربوا المناطق الحساسة. بيرطب بعمق وبيدي كمان تفتيح. طبعا احنا بنستخدمه المناطق الحفاظ للاطفال، فامن جدا اي منتج من منتجات الاطفال اللي فيها اكسيد الزنك. ممكن كمان تستخدموا بلانكي، بس ده حلو قوي عن تجربه. حتى لما استخدمت شيفنج، طبعا لما تستخدموا الشيفنج ترطبوا بيه لانه مفيهوش عطور، ريحته كويسه طبيه بس حلوه هاديه كده، مش بتحسس خالص. وفعلا هكلمكم عن الشفرات اللي استخدمتها قريب، حلوه قوي. بقالي فتره طويله، بقالي سنين ما استخدمتش شفرات المناطق الحساسه، بس لما استخدمت الشفره مع الكريم ده ارتحت جدا عليها، لا في اي حرقان او التهابات او اكلان او اي حاجه. اشوفكم على خير في فيديو جديد، اوعوا تنسوا تعملوا لايك للفيديو. باي باي.